السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في فيديو عن شيء ربما يهتم به البعض لمن يفكر في خريطة الدول العالم والشكل اللي الشكل الاقتصادي كمان اللي عليه دول العالم في الوقت الحالي. الدول لو قسمناها من حيث الدول الجاذبة للناس والدول الغير جاذبة للناس، لكن أنا النهاردة مش هتكلم عن أي ناس، وإنما هتكلم عن الدول الجاذبة للناس اللي معاهم ثروات، اللي ربنا يجعلنا ويجعلكم منهم إن شاء الله. الدول اللي حققت في عام 2024 أكبر معدل لجذب الأثرياء أو أصحاب المليون، الناس اللي هم مليونيرات يعني زي ما بيقولوا، وأصحاب الملايين دول. هنقول لكم اكتر 10 دول. خليك معايا. اقل واحده فيهم هي اليابان، ودي جذبت حوالي 400 مليون مليونير او ثري للدوله في 2024. تيجي فوقها البرتغال، تيجي فوقها اليونان رغم ان عندهم مشاكل اقتصاديه، تيجي فوقها سويسرا، وتيجي فوقها ايطاليا، وبعدين تيجي فوقها استراليا، وتيجي فوقها كندا. يبقى لنا اهم 3 دول او اكتر 3 دول عملوا جذب للاثرياء. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه بتاعتنا عشان برضو نكبرها ونديكم كل جديد. اهم 3 دول عملوا جذب للاثرياء هم دوله الامارات رقم 1، وياتي في المركز الثاني امريكا، وياتي في المركز الثالث سنغافوره. خلي بالك، دولة الإمارات النهاردة بتقدم طبعا نموذج للحكم الاقتصادي، بتقدم نموذج معين، نموذج مختلف شوية عن كل النماذج الأخرى. وأنا هنا بتكلم عن الجزء الشق الاقتصادي، فهي جاذبة جدا للأثرياء موفقا لتقرير الفوربس في 2024. الامارات جت في المقدمه الاولى، والرقم كبير جدا، يعني 6700 مليونير جم لدوله الامارات في 2024. بعديهم امريكا، وتخيل فرق الرقم بين الامارات وبين امريكا عامل ازاي. الامريكا جذبت السنه دي 3800 مليون مليونير، 3800 مليونير، وسنغافوره جذبت 3500 مليونير. يعني سنغافوره وامريكا تقريبا قد بعض في عمليه جذب الاثرياء الجدد اليها، في حين ان الامارات جاءت في مركز متقدم بضعف تقريبا هذا الرقم اللي هي حققته امريكا وحققته سنغافوره. كانت الناس بتحكي من 20 سنه و30 سنه على سنغافوره ونموذج سنغافوره. النهارده يعني نقدر نقول انه كمان النموذج الاماراتي محتاج ان احنا ندرسه بعيدا عن الغوغائيه، وبعيدا عن النظره اللي هي مش عقلانيه، او النظره العشوائيه المتسرعه. لازم يندرس النموذج، ولازم تفهم الخريطه بتاعت الدول العالم اللي عاده تتشكل بشكل جديد، ربما نقول لفتره جديده ان شاء الله من الحياه. اسيبكم بخير، وكالعاده تقعدوا بالعافيه، واستنونا في الفيديو الجاي، ومع السلامه.